مساء الفل، معاكم حليم من قناة حليم بتاع الكورة. النهارده ان شاء الله فقرة اخبارية. اليوم اللي بهتم فيه بالتحليل وما بتناقش في الاخبار بيتراكم عليها مجموعة من الاخبار، فعلشان كده بكون مهتم ان احنا نناقش كل خبر، خاصة ان في اخبار بتكون مهمة. يعني في اخبار بتكون لا تستحق الوقوف عندها او ما تستحقش نظرة تحليلية مننا. في اخبار مثلا بتبقى كلام مرسل، يعني مجرد كلام بياني ما بيحتاجش الوقوف عنده. وفي اخبار بتستحق تسليط الضوء عليها. علشان كده اسمحوا لي النهارده ان شاء الله نتكلم في فقره خبريه، وعندنا فقرات مهمه جدا هنتناقش بعض موضوعات مهمه. موضوع طبعا حديث الساعه هو لقاء الكابتن حسين لبيب على قناه اون تايم سبورت، مرفقه طبعا ببعض احاديث جانبيه للاستاذ المندوه امين صندوق نادي الزمالك. هنتكلم ايضا على اخر تطورات بوبنزا، وطبعا الناس اللي تعرفني ومتابعاني من البدايه عارفه ان انا انفردت بامور كتير في القصه التي تخص بوبنزا. يعني هنتكلم ايضا على زيزو باق ويتمدد، نجاح كبير لاداره الزمالك ان شاء الله انها تتوصل مع نجم الفريق زيزو للتجديد، وايضا جوميز. هنتكلم ايضا على نقطه سلبيه وهي طبعا مشوار الزمالك القصير جدا في بطوله العالم للانديه بخصوص لعبه كره اليد. هنتكلم ايضا على غضب كولر من لجنه التخطيط في الاهلي. واخيرا وده الخبر اللي هنبدا بيه، الزمالك يحتل المرتبه السابعه عالميا. يلا بينا نبدا. بس في البدايه، لو حضرتك مش مشترك في القناه يا ريت تنورنا باشتراكك. لو حضرتك عاجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تدعمنا بلايك او تكتب كومنت او تدينا اي تعليق يخص تطوير المحتوى او تناقشنا في اي امر. احنا بنهتم جدا بالرد على التعليقات وبنتناقش مع كل افراد العائله الزملكاويه، وان شاء الله تكبر اكبر واكتر بيكم. ويلا بينا نبدا. اول خبر معانا هو ان نادي الزمالك يحتل المرتبه السابعه عالميا. يمكن خبر جميل ومفاجئ، وانا من الناس بقى اللي بتهتم بحته الاحصاء دي. يعني الزمالك في ترتيب الانديه البطله لابطال القارات بيحتل المرتبه السابعه. هنناقش مع بعض دلوقتي ايه هم الانديه اللي بتتفوق علينا. في المرتبه الاولى بياتي ريال مدريد ب 31 لقب، في المرتبه الثانيه الاهلي طبعا ب 26 لقب، في المرتبه الثالثه بوكا جونيورز الارجنتيني ب 22 لقب، في المرتبه الرابعه نادي برشلونه الاسباني طبعا ب 20 لقب، في المرتبه الرابعه مقرر نادي اندبندنتي معاه برضو نفس الرصيد 20 بطولة. وفي المرتبة السادسة بسبب طبعا ان المركز الرابع كان متكرر كان نادي ميلان الايطالي 18 لقب قاري. وفي المرتبة السابعة يأتي نادي الزمالك ب 15 لقب قاري، وينفرد عن ليفربول وبايرن ميونخ الألماني أصحاب المرتبة الثامنة برصيد 14 لقب لكل فريق. نادي الزمالك طبعا نادي كبير وله إرث. طبعا حتة الإحصاء من هذا النوع أنا لا أعتمده قوي بصراحة، لكن مهم برضو لما يتعرض جدول زي ده اسم الزمالك يكون متداول ويكون معروف بين العالم. نادي الزمالك طبعا إرثه كبير، بيحمل 5 ألقاب قارية في بطولة دوري الأبطال، 5 ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، برضو بيحمل لقبي بطولة نصف العالم أو الأفرو أسيوي، وبقية البطولات طبعا كانت بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بمسماها القديم وثنائية كونفدرالية. طبعا تاريخ كبير يحكي عليه، إرث كبير كلنا نحب نتكلم فيه. نادي الزمالك بيحتل المرتبة السابعة بين أندية العالم، بيتفوق على أندية كبيرة ولها إرث عريض في التتويجات القارية عالميا زي بايرن ميونخ زي ليفربول زي الفرق اللي زي دي. ده برضو نوع من أنواع الموضوعات اللي لابد إن احنا نسلط عليها الضوء، لأن الإعلام الرياضي في مصر مش هيكلمك في هذا الشأن، هيكلمك فقط أن الأهلي ينافس ريال مدريد، وكأن بقية الأندية المصرية أو مثلا مفيش أي نادي إفريقي موجود على الخريطة الا الاهلي. النهارده انا بكلم حضرتك ان الزمالك في المرتبه السابعه. الزمالك لو احرز مثلا بطوله كونفدراليه وسوبر الموسم القادم يعني هيقفز مركز، هينافس ميلان على المرتبه السادسه. نيجي المرتبه الرابعه والرابعه مقرره بين برشلونه واندبندنتي، بنتكلم في 20 بطوله، فبرضه الفارق 5 بطولات قاريه. من السهل جدا تدارك هذا الفارق، حتى ان في المرتبه الثالثه ياتي نادي بوكا جونيورز طبعا برصيد 22 بطوله، فرق بينه وبينه 7 ألقاب، سهل يمكن تداركهم مثلا في 5 أعوام قادمة. يعني الموضوع مش بالصورة اللي هو بيصورها لك طول الوقت ان الدنيا بعيدة وان مفيش أندية على خريطة كرة القدم إلا الأهلي وخلافه. فكرة ان انت تغيب سنة عن التتويجات
القاريه ولا سنتين ولا حتى 10، ده امر مش بالجلل، خاصه ان الزمالك هو له ارث على مدار 100 عام، يعني على مدار قرن كامل. ففكره الغياب ولا حتى 10 سنوات، لان حتى في العشر سنوات الاخيره الزمالك توج باربع القاب، بطولتي كونفدراليه وبطولتي سوبر، فبالتالي فكره الجاب الرهيب اللي بيحاول يصورها لك الاعلام هي مش موجوده. ننتقل للموضوع الاخر، قصه بوبنزا. وطبعا كما نعلم جميعا يعني ان بوبنزا انا كنت انفردت بهذا الخبر، وكنت اتمنى طبعا الصفقه تتم، وكان عندي بعض كواليس كده، وكنت تواصلت مع بعض من الصحافه الرومانيه في وقتها، للي فيكم طبعا جديد في القناه. الاول هقرا لكم خبر وبعدين نعلق من موقع جولازو الروماني، موقع طبعا خبري في رومانيا. النادي طبعا اللي انضم له اللاعب الجابوني نادي رابد بوخارست الروماني، بيتكلم ان النادي تلقى اخطار من فيفا برفع الدعوة من نادي الزمالك ضد احقيته في خدمات ارون بوبنزا. الزمالك قدم اتفاقية وقعها اللاعب وليس عقد، ويرى أن النادي لم يحترم تلك الاتفاقية، ومن المتوقع أن يسمح فيفا للاعب بالمشاركة بشكل مؤقت حتى الحكم في القضية، ولكن في حال تم الحكم لصالح الزمالك سيضطر النادي واللاعب لدفع غرامة مقدرة ب 2.5 مليون يورو قيمة الاتفاق بين الزمالك وبوبنزا. الزمالك أيضا يحتكم في ملفه لأن الاتحاد الأمريكي أرسل بطاقة دولية لبوبنزا إلى الاتحاد المصري بشكل طبيعي ليتمكن من قيده، في المقابل رفض الاتحاد المصري إرسال البطاقة الاتحاد الروماني. طبعا كما نعلم تلك التفاصيل، النادي الروماني بيواجه مشكلتين، مش بس مشكلة واحدة. المشكلة الأولى أنه لا يمتلك بطاقة اللاعب، المشكلة الثانية أنه في رومانيا هناك قانون بيحرم استخراج بطاقة عمل أو يعني تصريح عمل كده بالدارج لأي لاعب من لاعبيه طالما لم يحمل بطاقته. فطبعا النادي هناك أرسل للبطاقة الدولية. الكواليس أنه حاول يتواصل حتى مع نادي الزمالك مقابل حل الموضوع بشكل ودي، وقدم عروض مالية هزيلة، سمعنا انها كانت $100,000 او 200,000. طبعا كل تلك العروض لم ترقى لطلبات الزمالك ولا لقيمة عقد اللاعب مع نادي الزمالك. الزمالك طبعا اذا مشى في هذه القضية بشكل سليم هيحصل على قيمة العقد كاملة. لنا وقعتين مشابهتين في هذا الامر، الاولى كانت وقعة حسام اشرف، ودي واقعة مهمة جدا وكبيرة جدا، وهي اقرب مثال لوقعة بوبنزا مع الزمالك، لان الزمالك كان وقع مع حسام اشرف في ظل ان حسام اشرف كان يربطه اتفاقيه عمل برضه مع الاكاديميه الكاميرونيه، لم يمضي معهم عقود، كان برضه مجرد اتفاقيه زي اللي بيحصل عليها نادي الزمالك. كانت النتيجه ان الزمالك تم ايقاف قيده فترتين قيد مع الزامية دفع المستحقات، كانت وصلت ل 4 مليون يورو، وال 4 مليون يورو دولت عندما استأنف عليهم الزمالك تم تخفيضهم ل 200,000 فقط. ومع ذلك الزمالك برضو حرم من القيد فترتين، ما قدرش يرفع عن نفسه العقوبة. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان الزمالك في وجهة نظر المحكمة الرياضية اخترق قواعد اللعب النظيف وتعاقد مع لاعب على ذمة نادي اخر، وهو الامر اللي بيراه الاتحاد الدولي بيخرق طبعا قواعده وقوانينه. هذا الامر بيتقارب في قضيه بوبنزا. ايضا الشان الاخر هو شان يخص كهربا الهارب طبعا من صفوف الزمالك، واللي تقاسم الغرامه مع النادي بتاعه الافيش البرتغالي، والمفروض كان افيش البرتغالي يتحمل جزء من او يتحمل 50% من قيمه الغرامه الموقعه على كهربا، لكن طبعا بسبب ان النادي اعلن افلاسه تحمل كهربا الغرامه كامله. قضيه مضمونه مليون في المية، مليون مليار في المية. الزمالك عليه ان هو يستأنف عليها وان هو يمشي اموره فيها لحد النهايه، يعتبر استثمار جيد. اللاعب لا مفر من ان هو هيتغرم هو والنادي اللي راح له، والنادي اللي راح له هيتم توقيع عليه عقوبه ايقاف قيد فترتين. هناك اقاويل ان النادي الروماني قد يلجأ لفسخ التعاقد مع هذا اللاعب لانه قد يورطهم في ايقاف قيد وفي غرامه محتمله بنسبه 100%. الزمالك عليه ان هو يتمسك بموقفه في هذا الشأن وما يجيبش ورا. الزمالك موقفه قوي في هذه القضيه تماما. الزمالك طبعا يستحق ان هو ينتقم لاجل كرامته في تلك القضيه، لان هذا اللاعب ووكالته لم يحترموا الاتفاقيه التي ابرمها الزمالك مع اللاعب. في ناس هتيجي تقول لك اصل الوكاله ليها حق وان احنا تفاوضنا مع اللاعب بدون علم الوكاله. هذا امر لا يعني الزمالك بشيء. الزمالك وجد لاعب حر راح تواصل معاه، كون ان اللاعب لم يتواصل مع وكالته او ان وكالته لا تعلم، هذا شأن يخص اللاعب والوكاله، هذا شأن لا يخص نادي الزمالك من قريب او من بعيد.
الموضوع الثالث النهارده هنتكلم عن تصريحات كابتن حسين لبيب، واللي بشوفها مدويه بصراحه وغير الترند اللي احنا متعودين نسمعه في كل مواقع تلفزيونيه من هذا النوع، وان احنا العلاقات بتسودها الحب والاحترام والكلام اللي فيه دباجه وخلافه. لا، كابتن حسين لبيب النهارده بيخرج عن صمته في لقاء طبعا عمله مع اون تايم سبورت مع ابراهيم عبد الجواد ومع سيف زاهر. صرح بعض تصريحات مهمه هنتكلم عنها بس بعد ما نستعرضها مع بعض. أول تصريح طبعا بيتكلم فيه الزمالك قلعة رياضية كبيرة في مصر، ومن يعتقد عكس ذلك لا يفهم في الرياضة. طبعا هنا ترسيخ لقيمة نادي الزمالك. اتكلم أيضا في تصريح مهم آخر عن فكرة التجاوز في حق نادي الزمالك. هنستعرض التصريح مع بعض. لن أسكت لأي شخص يقول أن الزمالك ليس نادي كبير، ومن يشعر بالضيق من ذلك ليست مشكلتنا، ومن يخطئ في حق الزمالك سنبعده عن الرياضة بالكامل. سكت كثيرا ولن أسكت مجددا. هنا يعني لابد من استخدام اسلوب الترهيب، طالما ان الاسلوب المنمق والجميل يا كابتن حسين لم يؤتي باكله. احنا على مدار عام كامل من العلاقات المحترمه والطيبه التي تجمع الزمالك بالمنظومه ككل. يعني شفنا زياره الاهلي للزمالك، شفنا ان الزمالك حريص بتوطيد العلاقات مع المنظومه الرياضيه، شفنا ان هو ناشد اكتر من مره لجنه الحكام ولجنه المسابقات واتحاد الكوره على ان هو يقلل من حجم الفشل الموجود وحجم الكوارث المتبعه في الملفات المختلفه. لكن طبعا الاسلوب المحترم مش هو الاسلوب المناسب للتعامل مع تلك المنظومه، خاصه ان احنا بنتعامل مع منظومه غير محترفه. يعني كل الكوادر اللي بتدير الرياضه في مصر هي غير مؤهله لشغل هذه المناصب. القصه كلها زي ما احنا عارفين مجرد تربيطات في الجمعيه العموميه وحصول على اصوات وخلافه. لكن ايه سابق خبره الناس؟ يكفي القول مثلا ان الراجل بتاع لجنه المسابقات المسمى عامر حسين ده شخص ملوش اي علاقه بالرياضه، حتى هو غير دارس بشكل اكاديمي، ملوش اي تيم ورك، بيشتغل بالورقه والقلم. هو نفسه قال لك انا مش حابب اقعد على شط البحر وبشرب شاي وبشرب سجاير وانا بعمل جدول الدوري. الكلام طبعا مضحك وكوميدي جدا يليق بتلك المنظومه العباسيه. لابد ان الزمالك يكون له اسلوب ردع، لابد ان الزمالك يعمل البراند الخاص بيه، لابد ان الزمالك يكون له ظهير يحميه من تلك المناورات ومن تلك المناوشات. الزمالك يستحق ان هو يفعل فكره المركز الاعلامي. الزمالك ايضا بصدد ان هو يقوي قناته التلفزيونيه كما وعد طبعا مسؤولي الزمالك هاني شكري وخلافه مسؤول هذا الملف. الزمالك يستحق الافضل في هذا الشان. الزمالك لابد ان هو يكون له اسلوب رادع لكل من تسول له نفسه بالخطا في حق نادي الزمالك. تكلمنا كثيرا يا كابتن حسين، تكلمنا باسلوب اللين فتره طويله ما وصلناش لاي حاجه. لابد ان هو يكون في ردع. اي تجاوز في حق نادي الزمالك غير مسموح به. الزمالك المفروض يبني على الانتصار بالسوبر الافريقي بان الزمالك فريق لابد ان يتم احترامه، لابد ان هو يتم تأصيل قواعده في الرياضة المصرية، وان هو يتعرف ان هو واحد من منابر الرياضة في مصر ومن اقطاب الكرة المنيرة في تلك الحقبة الرياضية. فبالتالي كل من يتجاوز في حق الزمالك لابد ان هو يكون معاه خطوات تصعيديه، اما المجلس الاعلى للاعلام او حتى وزير الرياضه. وان وصل لرئاسه الجمهوريه بنشوف كابتن حسين بيحضر اجتماعات رئيس الجمهوريه طبعا لقيمه القوه الناعمه اللي بيمتلكها نادي الزمالك. لابد يا كابتن حسين ان احنا ننفذ ما نقول، واللين فات اوانه ولابد من الحزم في تلك الامور. تكلم ايضا الكابتن حسين في بعض امور تخص نادي الزمالك. تحدث على امكانيه التجديد لزيزو، قال نحن منفتحون على التفاوض مع زيزو واستمراره مع الزمالك لانه واحد من اللاعبين المخلصين ومن ايقونات النادي مثل شيكابالا، وارى ان الزمالك دون شيكابالا او زيزو ينقصه حاجه. زيزو زملكاوي. طبعا يا كابتن حسين قرار سليم جدا. لابد ان الزمالك يجدد ثقته في زيزو، لابد ان هو يشوف ايه مطالبه. ما اعتقدش ان زيزو لاعب اهوج او لاعب قليل الذكاء ان هو يطلب المبالغ اللي بنسمع عنها. ده طلب 100 مليون، ده طلب 500 مليون، والارقام طبعا اللي بيحاولوا يصورها لك الاعلام. اعتقد ان زيزو لاعب عاقل، يعتقد ان زيزو يستحق راتب يقدره، وفي نفس الوقت في اطار الرواتب المدفوعه في مصر. اذا كنا نرى بان زيزو لاعب محترف ندفع له زي الاجانب المحترفين. لو مثلا المحترفين عندنا بياخدوا 700 الف دولار 800 الف دولار ولا يكن حتى مليون دولار، ممكن انا بشوف ان هو راتب مناسب لزيزو حسب قيمته، خاصه ان زيزو مش مجرد لاعب جيد في صفوف الزمالك
الزمالك او لاعب هداف او كذا. زيزو واحد من ارث نادي الزمالك، هو دلوقتي بيحتل المرتبه السابعه في هدافي نادي الزمالك، واتكلمنا ان هو تقريبا بيفصله 18 هدف عن صاحب المركز الثالث حسن شحاته، وبيفصله رقم بسيط جدا حاجه و30 هدف عن صاحب المركز الثاني كابتن جمال عبد الحميد. طبعا هو الرقم اللي يمكن بعيد عنه شويه هو رقم كابتن عبد الحليم علي، تقريبا فارق 60 هدف او ما الى ذلك. لابد ان زيزو يستكمل مشواره مع نادي الزمالك، نكتسب ارثه، ولابد ان زيزو ايضا يكون حريص على استمراره مع الزمالك كما الزمالك هو حريص على زيزو. في هذا الصدد ايضا شفنا الاستاذ عماد المندوه طبعا امين صندوق نادي الزمالك بيتكلم، يقول في تصريحاته: اتفقنا مع زيزو ووالده على تجديد التعاقد، لكن تلاحم المباريات حال دون ذلك. هنا تصريح لابد ان احنا نقف عنده بشكل قوي جدا من امين صندوق نادي الزمالك استاذ حسام المندوق، بيتكلم ان احنا اتفقنا خلاص. لابد ان احنا نمسك في كلمه زي كده. انت حضرتك اتفقت، القصه واقفه على توفير العائد المالي، القصه واقفه على تلاحم المباريات زي ما حضرتك وضحت. طيب خلاص دلوقتي مفيش تلاحم مباريات، في حوالي بريك حوالي من اسبوعين ل3 مع توقف دولي واختلافه، حضرتك مفيش فرصه افضل من كده ان احنا نجدد لزيزو يا كابتن حسام. ما نسمعش بعد كده بقى ان المفاوضات تعثرت او ان الملف ارجئ او ان كذا او كذا، لان لو تلاحم المباريات هو سبب في تعطيل المفاوضات فحضرتك بعد انطلاق بطولة السوبر المحلي طبعا في مواجهة بيراميدز تقريبا النصف الآخر من شهر أكتوبر، خلاص هتنطلق بعدها منافسات الدوري ومنافسات الكاف وكذا وكذا. فبالتالي يا كابتن حسام نحن نعرفك من كلامك ومن تصريحاتك، لابد ان كلامك لو هو متوقف على الاتفاق دون الدفع خلاص يبقى حضرتك لابد ان حضرتك دلوقتي تفعل ما اتفقت عليه، ولابد ان زيزو يستمر مع نادي الزمالك. بهذا الصدد ايضا الكابتن حسين بيتابع تصريحاته وبيتكلم في امكانيه ايقاف القيد لفتره او فترتين جديده يوم 4 أو 5. هو طبعا هنا بيتكلم عن قضيه باتشيكو، واللي كان هناك مهله لمده شهرين كاملين منذ نهايه اغسطس وحتى اول اكتوبر. ففتره الشهرين دي كانت مهله لتواصل الزمالك مع باتشيكو، على ما يبدو ان الزمالك لم يتواصل مع باتشيكو، فبالتالي متوقع طبعا توقيع عقوبه ايقاف جديد لنادي الزمالك. علشان برضو الناس ما تخافش، انت ليك خطوه استئناف اخيره لدى المحكمه الفيدراليه الدوليه، يعني احنا خلاص هنكون خدنا حكم نهائي في قضيه باتشيكو. باتشيكو مطالبا طبعا ببقيه عقده، والزمالك بيدعم قرار فكره ان هو يدفع شرط الجزائي فقط. اعتقد ان خطوه المحكمه الفيدراليه فيها سنه اقل واجب، يعني الزمالك لو استأنف على القرار الذي سيحدث في 4 أكتوبر أو 5 أكتوبر خلاص أعتقد أن الزمالك سيكون متاح له تعاقدات جديدة لمدة عام قادم لحد ما يسوي أموره مع باتشيكو قبل توقيع غرامات جديدة وخلافه. لكن هو السؤال الذي يطرح نفسه، طالما يا كابتن حسين أنت تعلم جيدا بالقيد موقوف قادما لا محالة، لماذا لم نبرم صفقات تغطي كل نواقص الفريق الفترة السابقة؟ يعني امبارح كان 30 سبتمبر تم اغلاق القائمة الافريقية لنادي الزمالك طبعا المشاركة في البطولة الكونفدرالية، وحتى يناير القادم واللي هتخوض لقاءات دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية كان عندنا فرصة ذهبية ان احنا ندعم نواقصنا. لو كنا هنجيب مثلا مساك فوق السن، لو كنا هنجيب لاعب وسط دفاعي، لو كنا هنجيب مهاجم اجنبي، يعني حضرتك كنت موفر فلوس بوبنزا تمام كده، حضرتك كنت موفر فلوس البركاوي، لكن اللعيبه دي هي اللي ما جاتش. فالمفروض ان حضرتك لا يزال معاك بلق فلوس كويس، بالاضافه الى قيمه المكافاه التي حصل عليها الزمالك من بطوله السوبر الافريقي والمقدره ب 2 مليون دولار، ان كان 500,000 قيمه المكافاه من الاتحاد الافريقي او ال1.5 مليون دولار من سيد تركي الشيخ طبعا رئيس هيئه الترفيه في المملكه. فبالتالي اين الاموال؟ لماذا لم يتم استغلال هذه الاموال في ابرام صفقات وتعاقدات قبل توقيع عقوبه قيد محتمله؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، لماذا لم يتم التوصل لحل مع باتشيكو قبل الوصول الى هذا النفق المظلم؟ يعني باتشيكو بيطالب وبيستأنف على قيمة عقده كاملا اللي احنا بنتكلم مليون وشوية دولارز تمام. فطبعا كلنا فاكرين اللي فسخ عقد باتشيكو كانت لجنة اللي هو عماد، وكان كابتن حسين كان قد قدم كلجنة معينة بعد رحيل باتشيكو بأيام. فبالتالي لماذا لم يتم التواصل مع باتشيكو حتى الان؟ يعني احنا بنشوف حاجات صغيره كده بتتسقط مننا، زي قصه اتشنبورج اللي كان له قسط اخير مقدر ب 120,000 دولار بسبب اهمالنا لهذا القسط. اللاعب تابع على قضيته وتم تكريم الزمالك 80,000 دولار اضافيه، فالزمالك بقى مطالب ان هو يدفع 200,000 دولار بدل 120,000 دولار، يعني خد تقريبا جروس اكتر من 66% على قيمه المبلغ الاصلي.
تخيل ان حضرتك الغرامات دلوقتي بتمثل 66% من الارقام الاصليه. فالغرامات في الفيفا مشكله كبيره، والتاخير نفسه فيه علامات استفهام كبيره. فطبعا نتمنى ان نادي الزمالك يتدارك هذا الامر سريعا، حتى طبعا فكره تحسين الصوره الذهنيه وكذا وكذا. يعني يا كابتن حسين، اذا كنا نبحث عن زمالك مثالي لابد ان هذه الامور يتم ايجاد حلها بشكل مناسب. الملف الرابع بيتكلم على خروج نادي الزمالك طبعا المخيب في بطوله اليد امام فيسبريم المجري من بطوله طبعا العالم لكره اليد. طبعا نحن نعلم تماما ان فيسبريم نادي كبير وله ارث كبير، ويعني الهزيمه كانت متوقعه، لكن يؤخذ على الزمالك الكيرف يعني في هبوط بقالنا فتره، خاصه في العاب الصالات. كلنا متذكرين ان السنه اللي فاتت طبعا الزمالك لم يحصل على اي بطوله في العاب الصالات الا بطوله نسائيه، لكن العاب الرجال كان موسم صفري. حتى في كره القدم لم يخرج الا ببطوله الكونفدراليه، مع طبعا الوضع في الاعتبار ان بطوله السوبر الافريقي محسوبه على الموسم الجديد. فلا بد ان ملف الصالات يكون هناك وقفه. احنا مش هنقف كتير عند هذا الامر، هننتظر الاصلاح. جبنا كادر كبير بحجم الكابتن هشام نصر، عندنا ناس مختصه في الصالات في المجلس، عندنا كوادر رياضيه كبيره. لابد ان فرق اليد يا جماعه والطايره والسله يكون هناك وقفه. مش بنسعى لفكره الكمال الفني ولا ان احنا نكسب كل البطولات اللي بندخل فيها، لكن على الاقل خالص نحس ان الامور من سيء الى احسن، لان تكرار موسم الصالات العام الجديد كما حدث في السابق هتكون مشكله كبيره جدا، خاصه ان هذا الفريق او العابنا في الصالات كانت متوجه بالعديد من البطولات الفتره الماضيه. فلا بد اهتمام اكثر بهذا الملف. الملف الخامس والاخير بنتكلم فيه ان الاهلي يتعاقد مع محمد رمضان. بصراحه انا ما اعرفش ايه هو المسمى الوظيفي بتاع محمد رمضان. في ناس تقول لك ده مدير كوره، وفي ناس قائم باعمال مدير الكوره. بيقال ان هو له 4 وظائف في الاهلي. واللي يخصنا في هذا الامر ان كولر يتصادم مع الاداره بخصوص قرار تعيين رمضان. ويمكن كولر كما نعلم منذ رحيل سيد عبد الحفيظ وهو ضد فكره تعيين مدير كوره، ولما الاهلي تعاقد مع خالد بيبو كان هناك علامات استفهام. علشان كده خالد بيبو بعد موسم واحد رحل عن الفريق، فبالتالي الاهلي حب ان هو يتزاكى شويه، فعين سامي قمصان اللي هو اصلا مساعد المدرب في منصب مدير الكوره وكذا وكذا، ارضاء طبعا لكولر مش اكتر، ان هو يبقى في شخص بيشغل المنصبين بدلا من اضافه عنصر جديد الى جهازه. الاهلي طبعا بعد ما حصل الفتره الاخيره وتحط كده شماعات بان الراجل بتاع البدل ده هو السبب، وقبل كده مش عارف كان يقول لك الساعه البيولوجيه والكره المهويه ومش عارف ايه والقطه المشمشيه والمصطلحات العجيبه اللي هم بيطلقوها عند الهزايم دي. وطبعا قالوا ان الراجل الترزي ده هو السبب في حين اصلا ان كابتن سامي قمصان بيتعامل اصلا هو شخصيا مع الراجل بتاع البدل ده. له صوره مع نجوم الاهلي في افتتاح احد فروعه، ويمكن ما اعرفش هل هناك علاقه بين اسم قمصان مع محل البدل، يعني ده عامل ماتش ولا ايه. فانا ما عنديش فكره بصراحه الاهلي بيدير هذه الامور ازاي. كل ما اعلمه ان كولر في صدام لان لا يريد اضافه عنصر جديد في جهازه. وحتى الاهلي قيل ان هو هيجتمع بكولر عند عودته من السفر. زي ما احنا طبعا عارفين ان الاجهزه الفنيه دلوقتي في حاله راحه سواء الاهلي او الزمالك بعد بطوله السوبر الافريقي لمده 10 ايام. يعني وقت بعد هزيمه السوبر طلع قال لك ده الاهلي هيجتمع بكولر وكذا وكذا، لكن طبعا الضغط الجماهيري حال دون ذلك وتم تعيين هذا الرمضان. ما عنديش فكره بصراحه هل هذا سيحظى قبول من كولر او لا، ولا هي خطه لتطفيش كولر من الاهلي، الله اعلم. الاهلي بيعمل حاجه غريبه ومعتاد عليها بصراحه، انه بعد ما بيخسر اي بطوله كبيره غالبا بيكون في رحيل لمدير فني وخلافه. شفنا موسيماني رحل بعد الهزيمه في نهائي دوري الابطال، شفنا مدربين سابقين ليه برضو بعد بطولات معينه بيتم الاستغناء عن خدماتهم، محاربتهم في الاعلام الاول وبيمهدوا رحيلهم ثم بيطلقوا عليهم رصاصه الرحمه. هل هذا القرار هو تحدي جديد لكولر؟ الاهلي اموره ليست على ما يرام. سمعنا برضو عن اللاعب كهربا، وده طبعا خبر كوميدي يستحق ان احنا نسلط الضوء عليه. تم نقله لمستشفى وحالته كانت حرجه وخطيره. ايه خير لا قدر الله ده حاله ولاده دي ولا ايه؟ اكتشفنا في خلال ساعات ان اللاعب رجع الى بيته وعاد يباشر عمله مش عارف ايه. يعني اللي هو ماذا يعنيني كمشجع من هذا الخبر؟ يعني اللاعب في خارج الملعب وفي خارج التمرين هو مواطن طبيعي يمرض ويعيش ويتعايش. هل مثلا كان في سهرة من السهرات ولا حاجة فاللاعب وقع مخشيا عليه؟ هل مثلا يعني انا مش عارف ايه يخصني ان في لاعب مثلا تعب وتعرض لوعكة مثلا فدخل احد المستشفيات ثم بعد ساعات نعلم ان هو خرج وكأن شيء ما حصلش؟
يعني انا ماذا استفادت الامه من هذا الخبر يعني. فطبعا كلام مريب وكلام غريب. وهذا اللاعب تحديدا يعني له وقعات كده بتبقى فيها نوع من انواع لفت الانتباه. شفنا طبعا بعد هزيمه مباراه الدوري من الزمالك لما وقع برضه في الارض. يعني هذا اللاعب بيحب كده جذب الاضواء تماما، يعني زي الاطفال الصغيره اللي بتحب طول الوقت تكون محور اهتمام اهاليها يعني. وبكده نكون النهارده وصلنا لاخر اخبارنا. ان شاء الله لو في اي جديد هنطلعكم عليه باستمرار كل يوم. غالبا ما بنكونش مقررين هنقدم ايه بالظبط، حسب طبعا الحاله. لو في اخبار مهمه بنطلع نسلط الضوء عليها، لو في امور فنيه بنطلع نتناقش فيها، لو في امور لا تستدعي مش بنخرج. يعني مش عاوز احس ان مجرد خروجنا هو كوته لازم ان هي تحصل ولازم نعبي فيديوهات وخلاص. الحمد لله يعني محتوانا كان قوي جدا الفتره اللي فاتت. برحب طبعا بكل مشتركينا الجدد من عند اصدقائنا مايكل دويري، ومن عند احمد علام، ومن عند عكاشه. كلهم طبعا اصدقائنا وحبايبنا منورين، وانتم في بيتكم، وانتم طبعا جايين من ناس منابر اعلاميه زملكاويه يعني اشرف بصداقتهم. يا رب المحتوى اللي احنا بنقدمه يكون يليق بيكم وبنفس القوه اللي بيقدمها الزملاء اللي ذكرت اساميهم او اي حد تاني من صناع المحتوى الزملكاوي. شكرا جزيلا لوقت حضراتكم. ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو لو وصلت لهذه النقطه، او التعليق لو عندك اي نقطه تحب تنصحنا بيها. شكرا جزيلا لحسن استماعك وسلام.